السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. القصه ديالنا اليوم غتدينا لدوله اوروبيه، بالضبط لالمانيا. هاد القضيه اللي غادي نهضر لكم عليها ما غاديش تيقوا واش طرات نيت بصح في الواقع ديالنا. الاحداث ديال هاد القصه ولفنا نشوفوهم غير في الافلام والمسلسلات، ونزيد ناكد لكم ان هاد الشيء اللي غادي تسمعوه دابا ما غاديش يدخل لكم العقل، لكن في نفس الوقت هاد القصه غادي تعلمكم تردوا البال وما تثقوش في اي واحد. مهم بلا ما نزيد نطول عليكم ويلا نبداو القصة ديالنا. شهربان العمر ديالها 23 سنة، شابة ألمانية من أصول عراقية، عايشة هي والعائلة ديالها بمدينة إنجلشتاد الألمانية. كانت مزوجة بواحد الشاب، لكن بسبب أنهم ما كانوش مفاهمين طلقوا في منتصف 2022، ورجعت شهربان تعيش مع العائلة ديالها. شهربان قبل ما تطلق أو قبل حتى ما تزوج كانت بنت ناشطة وديما كتضحك، لكن الصديقات ديالها لاحظوا انها تبدلات، ما بقاتش كيف كانت في الاول، دائما مقلقه وخايفه وغير كتفكر، وما فهموش مالها. ملي كيسولوها وكيقولوا ليها مالكي كتقول لهم باللي عندها المشاكل مع الوالدين ديالها. في شهر 8 سنه 2022 قالت شهربان للاب ديالها باللي غتمشي تلاقى مع الطليق ديالها باش تحل معاه واحد المشكل، وباش تجيب من عنده شي حوايج ديالها بقاو عنده في الدار. هنا الاب ما عجبوش الحال تمشي بنته تلاقى مع الطليق ديالها، وقال ليها حاولي تنهي هذا المشكل اللي بيناتكم دغيا ورجعي للدار، حيت انتي دابا طلقتي من هذاك الرجل وما خاصكيش مازال تلاقاي معاه. ووعدته بنته باللي هذه غادي تكون اخر مره غتلاقى معاه فيها. وفعلا ركبت شهربان الطوموبيله ديالها وتوجهات للمدينه فين ساكن راجلها او الطليق ديالها، ومسافه بين المدينه فين ساكنين هما وفين ساكن الطليق ديالها ساعتين ديال المكانه، لكن شهربان دازت 4 السوايع ومازال ما رجعات للدار. هنا تخلعوا عليها والديها وبداو كيتصلوا بها، لكن ما كتجاوبهمش. اتصلوا وعاودوا شحال من مره، لكن في كل مره كيتصلوا فيها ما كتجاوبهمش. وصل الليل وشهربان مازال ما رجعت. هنا تأكدوا والديها أن بنتهم غادي يكون واقع ليها شي حاجة. من بعدها اتصلوا بالشرطة الألمانية وقالوا لهم بأن بنتهم اختفت من الصباح، سافرت لعند الطليق ديالها ومازال ما رجعت، وشاكين أنها غادي تكون واقع ليها شي حاجة خايبة حيت ما كتجاوبش على الاتصالات ديالهم. وأيضا هي مشات لعند الطليق ديالها وهما بيناتهم مشاكل بزاف، وخايفين لا يكون هو اللي دار ليها شي حاجة أو أذاها. الشرطة الألمانية تحركوا في البلاصة وبداو البحث على شهربان، وأول حاجة داروها هي أنهم مشاو لعند الطليق ديالها لدارو وسولوه على شهربان، لكن هو قال لهم أنه ما شافهاش كاع وما كانتش عنده وما اتصلتش بيه وما كانش بيناتهم موعد أصلا، وأنهم ما فراسوش باللي هي جاية لعنده. لكن الشرطة واخا هادشي كامل اللي قال لهم شكوا فيه وفي هضرته، وفتشوا دارو والمنطقة اللي ساكن فيها، لكن ما لقاو والو. وبحثوا أيضا في الطريق ما بين المدينة فين ساكن عائلة شهربان ومدينة فين ساكن الطليق ديالها، لكن للأسف ما لقاو حتى حاجة. داز نهار على اختفاء شهربان وما ليها حتى أثار، وفي النهار الثاني جا واحد الاتصال لرجال الشرطة من عند واحد العائلة، وقالوا لهم أنهم كانوا غاديين في الطريق السيار ولاحظوا واحد الطوموبيلة واقفة في جنب الطريق وما كان فيها حتى واحد، واستغربوا أن كيفاش طوموبيلة واقفة تما وهذيك البلاصة فيها غير الغابات وفين غادي يكون مشى مولاها. ملي مشات الشرطة للبلاصة اللي قالت لهم عليها العائلة اكتشفوا أن هذيك الطوموبيلة ديال شهربان. ملي حلوها غادي يتصدموا بجثة شهربان اللي كانت مطعونة 50 طعنة في الجسم ديالها كامل، ووجهها كله مشوه لدرجة أن الملامح ديالها ما بقاوش كيبانوا. الشرطة تصدموا من المنظر البشع اللي قدامهم، واستنتجوا أن هذه الجريمة غادي تكون ترتكبت بسبب الحقد. من بعدها خداو الجثة المشرحة، عيطوا على العائلة ديال شهربان باش يتعرفوا على الجثة واش ديال بنتهم ولا لا، والعائلة غير شافوها أكدوا لهم أن الجثة ديال شهربان. هنا بداو الشرطة بالبحث ديالهم، وفي الأول لاحظوا أن البلاصة فين لقاو الطوموبيلة بعيدة بزاف على المدينة فين ساكن راجلها أو الطليق ديالها، وأيضا لاحظوا أن شهربان تقتلات في ديك البلاصة بالضبط فين لقاوها، عاد دخلوها للطوموبيلة ديالها. واللي جاتهم غريبة هو أن القاتل كان ساهل عليه يخبي الجثة في ديك الغابة، وهكذاك غادي تجي للشرطة صعيبة بزاف في لقاوها دغيا. وهذا الشيء كيعني أن القاتل بحال بغات تلقى الجثة ديال شهربان في أقرب وقت.
داكشي علاش خلاها في الطوموبيله ديالها وعلى الطريق. المهم جاتهم هاد الجريمه غريبه، ما فهموا والو، واش القاتل اختطفها وجابها لتما وقتلها، لكن ملي طعنها 50 طعنه علاش بالضبط شوه ليها وجهها، واش لهاد الدرجه كيكرهها؟ المهم الشرطه ملي بداو كيسولوا على الناس اللي عندهم مشاكل مع شهربان لقاو انها عندها مشاكل غير مع العائله ديالها والطليق ديالها فقط. هنا الشرطه في الاول شكوا في والديها، اما الطليق ديالها عنده الدليل قاطع وعنده الشهود انه كان نهار كامل في الخدمه. واللي غريب واللي غادي يصدمكم ان من بعد ما شرحوا الجثه خرج الطبيب الشرعي وقال لهم ان الضحيه ماتت بسبب الطعنات اللي تلقات، لكن هذه ماشي الجثه ديال شهربان. هنا كلشي تصدم وحتى واحد ما فهم والو، وحتى من عائله شهربان قالوا ما يمكنش هذيك الجثه ما تكونش ديال بنتنا، لانها نفس المواصفات ديال شهربان، واخا وجهها مشوه لكن راه نفس الملامح ديال بنتنا، وحتى الحوايج اللي لابسه ديال شهربان ونفس الاكسسوارات باش خرجت هذاك الصباح. لكن من بعد تبين في نتيجه الدي ان اي ان هذيك ماشي شهربان، وانما الجثه ديال شابه اخرى اللي حتى هي من اصول عربيه جزائريه الاصل، والاسم ديالها خديجه، عايشه في المانيا، والعمر ديالها 23 سنه، نفس السن ديال شهربان. كانت ناشطه على مواقع التواصل الاجتماعي، عندها صفحه في الانستغرام وهي ميكاب ارتيست، وايضا كتبيع مواد التجميل في الانترنت. مهم خديجه كتشبه بزاف لشهربان، يعني النسخه طبق الاصل لشهربان، لدرجه ان عائله شهربان ما عرفوش ان هذيك الجثه ديال وحده اخرى ماشي ديال بنتهم. وحتى فاش خرجت نتائج الدي ان اي ما بغاوش يتيقوا ان هذيك ماشي بنتهم، حتى دخلت الام وقالت ليهم خليوني نشوف الجثه مره اخرى باش نتاكد واش فيها شي علامات كانوا في الجسم ديال بنتي. ملي دخلت الام وعاود شافت الجثه تاكدت ان هذيك الجثه فعلا ماشي ديال بنتهم شهربان. من بعدها بدات الشرطه كتبحث في الحياه ديال خديجه، واكتشفوا انها ما كانتش كتعرف شهربان وما عمرها تلاقت معاها وما بيناتهم حتى علاقه، واصلا المدينه فين ساكنه خديجه بعيده بزاف على المدينه فين ساكنه شهربان. لكن اللي مازال ما فهموه هو كيفاش حتى وصلت خديجه للطوموبيله ديال شهربان، وفينا هي شهربان دابا. هنا الشرطه قرروا يخرجوا التفاصيل ديال القضيه للاعلام، لربما يوصلهم هذا الشيء لشي معلومه جديده. وفعلا داكشي اللي كاين، نجحت ليهم هاد الخطه. من بعد ما خرجوا بعض التفاصيل ديال هاد القضيه للاعلام، جاو عندهم 5 البنات شابات من اصول عربيه، وحتى هما الملامح ديالهم قراب بزاف من الملامح ديال شهربان وخديجه، وحتى هما نشيطات في مواقع التواصل الاجتماعي وعندهم صفحه على الانستغرام. وقالوا كلهم انهم في هذه الفتره الاخيره واحد الشخص صيفط لهم في الانستغرام باش يتلاقى معاهم، يعني كل وحده كيصيفط ليها بوحدها، حيت هما اصلا وحده ما كتعرف الاخرى، غير عندهم نفس المشكل ونفس الشهاده. مهم قالوا ان واحد الشخص اللي هو مجهول كيصيفط لهم في الانستغرام وكيقول لهم يتلاقى معاهم مقابل واحد المبلغ مالي، لكن ملي رفضوا كيعاود يصيفط لهم وكيطلبهم، وملي كيعاودوا يرفضوا كيقول لهم واش واخا تلاقاي معايا حيت بغيتك تكوني الوجه الاعلاني ديال الشركه ديالي. مهم هاد البنات كاملين كانوا كيجيهم ميساجات من نفس الحساب، لكن شكون هذا واش يكون ما عرفوش، وحتى الصوره اللي كانت في الحساب ديالو مزيفه وما عندهم عليه حتى معلومه. هنا الشرطه قالوا اكيد ان هذا غادي يكون قاتل متسلسل كيستهدف البنات اللي الاصل ديالهم عربي، وبغاو يتاكدوا واش حتى شهربان وخديجه تواصل معاهم في الانستغرام واستدرجهم، لكن الهاتف ديال شهربان ما كانش عندهم وما قدروش يوصلوا ليه، اما الهاتف ديال خديجه فكان معاها، لقاوه في مكان الجريمه. ملي حلوه دخلوا الانستغرام ديالها وتصدموا انها حتى هي تواصلات مع هذا الشخص المجهول، وحتى هي طلب منها في الاول يتلاقى معاها مقابل مبلغ مالي. ملي تجاهلته رجع صيفط ليها وقال ليها بغى يشري من عندها مستحضرات التجميل اللي كتبيع. هنا قبلت خديجه، لكن من بعد شرط عليها باش تلاقى معاه في الاول ويتفاهموا على كل شيء، يعني ما بغاش يشري من عندها من الانترنت. وفعلا وافقات خديجه تلاقى معاه، ونهار اللي دارت معاه فيه باش يتلاقاو كان نفس النهار اللي وقعت فيه الجريمه. الشرطه تاكدوا ان هذا الشخص المجهول
هو اللي غادي يكون صفاها لخديجة. لكن اللي حيرهم هو فينا هي شهربان دابا، واش باقا حية ولا ميتة؟ وإلا كانت ميتة علاش مازال ما بانت الجثة ديالها؟ داكشي علاش قرروا باش يبحثوا في ديك الغابة اللي لقاو فيها الجثة ديال خديجة. لكن من بعد بحث طويل ما لقاو والو. بحثوا حتى في الطريق السيار والمدينة فين ساكنة شهربان. مهم قلبوا في كاع البلايص اللي شاكين يقدر يلقاو فيها الجثة ديال شهربان، لكن للأسف ما لقاو حتى حاجة. هنا الشرطة قرروا يبحثوا في جهة أخرى واللي هي الهاتف ديال خديجة، وقالوا أكيد أن القاتل غادي يكون اتصل بخديجة نهار اللي تلاقى معاه فيها، أي نهار الجريمة. وقرروا باش يرجعوا المكالمات اللي كانت دارت من التليفون ديالها. لكن ملي دخلوا لسجل المكالمات كيتصدموا أن القاتل أصلا نسى مسح سجل المكالمات اللي كانت بيناتهم. مهم خداو الرقم باش يبحثوا ويعرفوا هذا الرقم بسميت من مسجل. وهنا غادي نصدمكم ملي غتعرفوا ان هذا الرقم مسجل بسميت شهربان. من بعدها تبعوا موقع الهاتف اللي وصلهم لمدينة كوسوفو، وبالضبط لواحد الدار ديال شاب اللي الاسم ديالو شاكر، وحتى هو عمره 23 سنة. مهم من بعد ما وصلت الشرطة لدار شاكر دقوا وخرج لعندهم. هنا سولوه فين هي شهربان واشنو درتي ليها. هنا قال لهم ما درت ليها والو، وشهربان ها هي معايا في الدار وراه هي الحبيبة ديالي. ملي دخلوا للدار لقاوها بصح هذيك اللي معاه شهربان، وكانت عايشة معاه في الدار وما بيها حتى حاجة. الشرطة ما فهموا والو. مهم لقاو عليهم القبض وخداوهم لمقر الشرطة باش يستجوبوهم. دابا سمعوا مزيان الاعترافات ديال شهربان حيت غادي تصدمكم. شهربان قالت أنها كانوا عندها مشاكل بزاف مع العائلة ديالها وأيضا مع الطليق ديالها، وأنهم ما كانوش كيعطوها الحرية ديالها، وأنها بغات تعيش وبغات تخرج وهما ما غاديش يسمحوا ليها دير هاد الشيء. وفكرت باش تهرب، لكن قالت أكيد العائلة ديالها غاديين يلقاوها. وكتقول أنهم اللي تلاقت مع شاكر بغات تمشي تعيش معاه، لكن عارفة أن العائلة ديالها ما غاديش تخليها وما غاديش تسمح ليها تمشي تعيش معاه. هنا فكرت باش تزور الموت ديالها، أي تبين للناس أنها ماتت وتمشي هي تعيش الحياة ديالها مع شاكر كيف ما بغات. هنا جاتها فكرة أنها تبحث في الانستغرام على البنات اللي كيشبهوا ليها في الشكل ويكونوا في نفس العمر ديالها باش تستدرجها وتقتلها وتبين للناس أنها هي اللي ماتت، وديك الساعة تمشي هي تختفي وتعيش الحياة ديالها. قالت أنها لقات شحال من بنت اللي كتشبه ليها وحاولت تواصل معهم بالحساب ديالها الشخصي باش تقرب من شي وحدة فيهم وتكون صديقة ديالها، وهكا غيجيها سهلة تجيبها لعندها وتنفذ الخطة ديالها. لكن حتى وحدة من دوك البنات ما كانت كتجاوبها. هنا فكرات باش تدير حساب وهمي وتحاول تنسق معاهم موعد بأي طريقة، وفشلت مع كل شيء إلا خديجة مسكينة اللي طاحت في هذا الفخ ووافقت تلاقى معاها. وقالت أن خديجة وافقت تلاقى معاها ملي عرفتها حتى هي بنت من أصول عربية. طاقت فيها وارتاحت ليها. وملي مشات خديجة لعندهم لقاتها في طونوبيلة هي وشاكر، قنعوها باش تطلع معاهم في الطونوبيلة، وفعلا مشات معاهم وداوها لجهة الغابة. خرجوها وبداو كيطعنوا فيها حتى ماتت وشوهوا ليها وجهها كامل باش ما يقدر حتى واحد يتعرف عليها. من بعدها لبسوها حوايج شهربان والاكسسوارات ديالها ودخلوها للطونوبيلة وصاقوا حتى وصلوا جهة الطريق اللي كيدخل لواحد المدينة، وبلاصاو الطونوبيلة تما وخلاوها باش يشوفوها الناس ويتعرفوا على الجثة وتسجل الوفاة ديال شهربان ويسالي هذا الموضوع في أقرب وقت. من بعدها هما شدوا الطاكسي ومشاو للدار ديال شاكر. حبسات راسها تما ما كتخرج لحتى بلاصة، لكن الخطة ديالهم ما نجحاتش واكتشفوها. وواخا اكتشفوها شوية معطلين، المهم بانت الحقيقة في الآخر. وهاد القضية باقة في التحقيق، مازال ما حكموا عليهم حيت مازال ما لقاو سلاح الجريمة، لكن الأدلة كلها ضدهم وهما المتهمين الرئيسيين في هاد القضية حيت اعترفوا بكل شيء. وهنا سالت القصة ديالنا. الصراحة هاد الدنيا مبقى فيها ما يتعجب، وبنادم ولا كيخلع. كيفاش وحدة بغات تعيش حياتها تمشي تحيد لوحدة أخرى حياتها ما كتعرفها، ما عمرها تلاقت معاها، ما بيناتهم عداوة، ما بيناتهم حتى حاجة، غير حيت كتشبه ليها
صافي خاصها تموت باش تعيش هي كيف بغات. هذه راه قمة البشاعة والظلم، وهذه راه خاصها تكون درس لأي واحد ما يثيق في حتى واحد غريب. وحتى إلا كان لابد أو نوع الخدمة ديالو هكاك دايرة أنها خاصو ضروري يتلاقى مع ناس غراب، خاص ضروري يدي معاه شي واحد آخر، يكون معاه شي واحد أو اللي يكونوا معاه كاع جوج. المهم ما يمشيش بوحدو، وتكون البلاصة اللي غادي يتلاقاو فيها تكون مكان عام ويكونوا فيه الناس. مهم بلا ما نزيد نكتر عليكم، الله يرحم خديجة ويجعل مثواها الجنة ويصبر العائلة ديالها. وصلنا للنهاية، كنتمنى نكون وصلت لكم القصة بطريقة مزيانة. وإلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناة، وإلى بغيتوا دائما يوصلكم الجديد ديالي ضغطوا على زر التنبيهات. مع السلامة، نتلاقاو في فيديو جديد وقصة جديدة إن شاء الله.